يطلع خبر ويقول لك حصل زلزال في تركيا ادى لهدم البيوت وموت الاف الاشخاص، وكل ده بسبب زلزال. وسوريا دلوقتي مقلوبه بسبب الزلازل اللي موجوده فيها والبيوت اللي عماله تقع. فاحب اقول لك ان انت احتمال كبير ممكن تكون انت السبب في الزلازل اللي عماله تحصل دي. في البدايه لازم اعرفك ان الزلزال هو عباره عن هزه او عده هزات بتحصل في القشره الارضيه في وقت لا يتعدى الثواني، وممكن يحصل منه كوارث كبيره زي التشقق في الارض وظهور ارتفاعات ومنخفضات في القشره الارضيه وهدم البيوت وموت الاف الاشخاص. بس كل ده بيتحدد عن طريق درجه الزلزال اللي بتتقاس من 1 إلى 10 درجات، وبتتقسم ل3 اقسام. القسم الاول من 1 إلى 4 درجات، والقسم ده ما بيحصلش منه اي اضرار. والقسم الثاني هو من 4 إلى 6 درجات، وده اللي ممكن يحصل منه اضرار متوسطه زي هدم البيوت. والقسم الثالث والاخير هو من 6 إلى 10 درجات، وده اللي ممكن يحصل منه كوارث كبيره جدا زي هدم مدينه كامله واختفائها تحت الانقاض. انت متخيل اللي ممكن يحصل ده كله بسبب زلزال، بسبب هزه في القشره الارضيه؟ بس الزلازل اللي بتحصل دي ليها اسباب، وقسمها العلماء لقسمين. القسم الاول هي عوامل داخليه، والقسم الثاني هو المكان. هنتكلم في الاول عن القسم الاول وهي العوامل الداخليه، اللي بتتقسم للقشرة والوشاح ولب الأرض. ولب الأرض هو عبارة عن كرة كبيرة متكونة من الحديد والنيكل، ممكن يوصل درجة حرارتها ل 6000 درجة مئوية. ولأن طبقات الأرض غير متجانسة بتحصل عملية توصيل درجة الحرارة بخاصية التوصيل في المناطق الصلبة وخاصية الحمل في المناطق السائلة. ولما توصل درجة الحرارة دي في منطقة معينة من سطح الأرض بيشتغل دور الشمس والقمر في عملية الجذب اللي بتأثر على الأرض وبتخلي درجة الحرارة دي تخرج عن طريق الزلازل والبراكين. والقسم الثاني هو المكان، وقالوا العلماء ان بتختلف الزلازل من مكان لاخر عن طريق ان المكان دي جزيره او منطقه صخريه أو بسبب سمك القشره الارضيه. في نفس الوقت اللي بتحصل فيه عوامل طبيعيه، قالوا العلماء ان في عوامل بشريه بتؤدي لظهور الزلازل، وقالوا من الاسباب البشريه هي الكميات الكبيره من الميه المحجوزه ورا السدود. واقرب مثال هو زلزال سيتشوان اللي حصل في الصين واللي ادى الى خساره 69,000 روح، واللي جه في المرتبة 19 من أقوى الزلازل فتكا في العالم. وفسر الباحثين حدوث الزلزال ده بسبب الكميات المياه المهولة اللي محجوزة ورا سد زبيبجو اللي أدى لتسارع تحرك طبقات الأرض. وبس كده، وربنا يرحم كل اللي ماتوا في الزلازل والحاجات اللي زي دي. ويا رب يكون الفيديو عجبكم. لو عجبكم الفيديو ما تنساش اللايك والاشتراك في القناة. سلام.